السلام عليكم، مرحبا بكم في الإبيزود 7 من بودكاست فراغ. اليوم غادي نغوص في موضوع عميق، قصة كل بنت، قصة كل امرأة كتنمو وسط عالم ماشي ديما كيعرف يشوف قيمتها الحقيقية مزيان. موضوعنا هو الصعوبات اللي كتواجهها البنت من الطفولة حتى الكبر، والتحديات اللي كتعيشها في مجتمع كيحكم عليها قبل ما يسمعها. نبداو بالطفولة، المرحلة النقية، لكن في بعض الأحيان كتكون بداية رحلة طويلة مع الغربة مع النفس. البنت كتولد وسط قواعد مكتوبة من طرف مجتمع كرسم ليها حدود من غير ما يسولها. كتعلم من بكري أن الصوت جالها خصو يكون هادئ والدموع مخبية، وحتى احتياجاتها ما تكونش معلنة للناس. حتى في الفرح ديالها خصو يكون هادئ بلا ضجة بلا طلبات كثيرة. هاد القيود كتخلق جدار في وسطها بين راسها والعالم، جدار صامت كيتعمر بالظنون. شنو اللي خصني ندير باش نكون مقبولة، وشكون انا فعلا بلا هاد الاقنعه؟ ندوزو للمرحله الثانيه واللي هي مرحله المراهقه. هي مرحله الارتباك، كتكون اقصى فتره في حياه ديال البنت. الجسد كيتغير، العقل كيتوسع، ولكن المجتمع باقي كيرسخ رساله متناقضه. كوني قويه ولكن ما تكونش فيك الهضره بزاف. خصك تكوني زوينه ولكن بلا ما تبرزي داك الجمال بزاف. خاصك تكوني ناجحه ولكن ما ترفعيش الصوت ديالك. كتحس البنت انها محاصره بين هاد التوقعات وبين الرغبه العميقه في انها تكون نفسها. كيبدا الصراع الداخلي بين الحب لراسها وبين الخوف من الرفض ديال الاخرين. ملي كتدخل مرحله الشباب كتولي الادوار واضحه والتوقعات محدده طبعا، ولكن غالبا ما كتكون عندها قيود ثقيله. المجتمع كيطلب من البنت انها تكون الام المثاليه، الزوجة النموذجية، والعاملة الناجحة، كلها مرة واحدة. حتى التداخل ديال الأدوار كيخلق الضغط النفسي رهيب، وبزاف ديال الأحيان كتخسر البنت جزء كبير من ذاتها في هذا الصراع. كيكون عندها قلق، إحساس بالعجز، وحتى الشعور بالذنب على كل لحظة ضعف. كلها مشاعر كتعيشها في صمت. ومني كتدخل في مرحلة الكبر كتبدا رحلة البحث الحقيقية. شكون أنا بلا ما يقرر لي المجتمع؟ باغية تعيش بحرية، تعبر على أفكارها، تحلم وتحقق ذاتها، لكن الطريق ماشي سهل. كتواجه تعليقات، نظرات، أحيانا حتى عنف، سواء لفظي أو جسدي، كيشدها وكيحبسها. المجتمع بعض المرات كيكون قاسي، خاصة مع المرأة اللي باغة تغير، اللي كتطالب بحقوقها واللي كتخرج على المألوف. هاد الضغوط كلها كتخلق جروح نفسية كيخليو البنت تسأل راسها: واش أنا كافية؟ واش أنا قادرة نكون في هذا العالم؟ واش غادي نلقى السلام الداخلي اللي كنقلب عليه؟ وهنا خصنا نعرفوا انها تساؤلات ماشي ضعف، ولكنها بداية وعي، بداية شجاعة باش نواجهوا الحقيقة. كيفاش نخرجوا من هذه الحلقة المفرغة اللي كندخلوا لها؟ اول حاجة، نعطيو القيمة لكل مشاعرنا، سواء كانت فرح، حزن، خوف او غضب. ماشي عيب تحس، ماشي عيب تبكي، وماشي عيب تسول. ثانيا، نغيروا السرد الداخلي ديالنا، نوقفوا هاد الصوت اللي كينتقدنا بلا رحمه، ونعلموا راسنا نكونوا اكثر رحمه مع الذات. ثالثا، نبنيو مجتمع جديد، مجتمع يسمع ويحترم ويعطي فرصه للبنت باش تكون هي بلا قناع وبلا ضغط. ختاما، رحله البنت هي رحله صبر، قوه وصمود، وحتى في وسط الظلام كاين دائما واحد الضوء صغير كينتظرنا باش نلقاوه. شكرا لانك كنتي معايا اليوم في هذه الرحله العميقه. شارك الحلقه مع شي بنت او امراه ولا حتى شي راجل باغي يفهم اكثر. شكرا.